اما بعد فخلينا نبدا حلقتنا. الموهبه ممكن تكون نقمه لو كانت عند محمد سعد. ما يتهيأليش ان اي حد فينا عنده شك ان الراجل ده عنده موهبه طاغيه، بس ازاي تحول محمد سعد من نجم الشباك الاول واللي كان بيتغلب على الزعيم عادل امام في الايرادات لفنان ما بقاش حد يهتم انه حتى نزل فيلم او مسلسل، لدرجه انك لو لقيت تذكره الفيلم الجديد مرميه على الارض مش هتوطي تاخدها يعني. عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نعرف الموهبه اصلا بتتكون من ايه. الموهبه من وجهه نظري ما هي الا حب وشغف لشيء يصاحبه ملاحظه وحب تعلم الشيء ده. مفيش حاجه اسمها موهبه خام. الموهبه لو ما تمش دراستها والتدريب والمغامره والتجديد فيها ولا ليها اي 60 لازمه، وده اللي حصل لمحمد سعد. فخلينا نرجع شويه لورا عشان نعرف ايه الاسباب اللي ادت لده. لا خلينا نرجع شويه كتير بصراحه، من قبل ما انا اتولد حتى، تحديدا لحد سنه 89 اللي ظهر فيها وجه جديد محدش يعرفه لاول مره في السينما، وده كان في فيلم علاش دخل الجيش للراحل يونس شلبي، وكان طلع سعد في مشهد وهو بيقدم فقره في سيرك يعني. بعدها يظهر تاني بس المره دي في المسرح ومسرحيه زكي غبي جدا، وكان عامل دور صعيدي والمسرحيه جميله بصراحه. وفي 92 شارك محمد سعد في مسلسل ما زال النيل يجري، والمسلسل ما انتشرش جامد فما ضافلوش الكتير، بس من الواضح ان سعد حب اجواء التلفزيون، لانه بعد كده شارك اكتر من مره في سنه 94 في السهرات التلفزيونيه. وسنه 94 بشكل عام كانت وش السعد على سعد يا سيدي على ابتذال السكريبت. المهم السنه دي كانت مهمه لانه شارك في مسلسل ايام المنيره، ودي كانت شراره بدايته، وكمان الناس ابتدت تاخد بالها منه في فيلم الطريق الى ايلات، ومن هنا الناس ابتدت تألف وش محمد سعد وتتعرف عليه اكتر. وفي الوقت ده محمد رجع للاصل، رجع للبيت، رجع للمسرح. خدت بالك من الاداء المسرحي اللي قلت بيه الجمله؟ المهم عمل اول مسرحيه ياخد فيها دور بطوله مع وحيد سيف وميمي جمال، وهي مسرحيه الدبابير اللي ما لقيتش الرواج العظيم بين الناس يعني. وبعد المسرحيه ناس كتير تبتدي تعرف محمد سعد من مسلسل مين ما يحبش فاطمه، لانه كان المسلسل الابرز في الفتره دي، وكان في شغف كبير قوي للفرجه على المسلسلات نظرا لان التلفزيون كان هو وسيله الترفيه الاسهل في الوقت ده. بس من اول 96 محمد سعد ابتدى يشارك في اعمال ما اتشافتش بالقدر الكافي. في اخر خطوه ليه في الفتره دي كانت بطولته في مسرحيه قصه الحي الغربي. بعد كده ابتدى مستوى الاعمال اللي بيشارك فيها ينزل جامد خالص، زي مشاركته مثلا في فيلم الجنتل وامراه وخمس رجال. كان في نقطه مضيئه وتكاد تكون شراره الشهره لمحمد سعد، وهي مسرحيه رد قردي مع اشرف عبد الباقي. المسرحيه كانت كويسه بصراحه وهو كان الابرز فيها. لحد هنا مسيره فنيه عاديه لراجل بيعافر وبيتمخمض وبياخد خبرات من هنا وهنا، وده دام لاكتر من 10 سنين، وده على قد ما كان باين ان هو حرت في ميه على قد ما خلى موهبه سعد تتقل وتستوي اكتر، وده لانه في الفتره دي اشتغل في كل حاجه، سينما ومسرح وتلفزيون، فما بقاش هايب حاجه يعني، وده اللي خلاه مستني الطرف فرصه بس عشان يجعبد فيها. بس اللي حصل بعد كده ما كانش طبيعي خالص. وقبل ما اقول لك يا ريت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتعالى اقول لك ايه اللي حصل. اللي حصل يا صديقي انه فعلا جات له الفرصه، ومش مع اي حد، مع مخرج عبقري اسمه شريف عرفة، ويديله الدور الاهم في حياته، ويخترع له شخصيه الليمبي في فيلم الناظر. فيلم الناظر اللي بقى واحد من افضل الافلام الكوميديه في السينما المصريه، والفيلم اللي من وجهه نظري نقل الكوميديا لمرحله جديده. الفيلم ده طلع كميه كاركترات عايشه معانا لحد دلوقتي وبيتعمل عليها ميمز، زي الليمبي وعاطف والست جواهر، ده غير مشاهد ايقونيه زي مشهد فرح الليمبي ومشهد عاطف وهو بيعدي الطريق مثلا، وافيهات بقت من المسلمات في كلامنا زي مش فاكرك ياض صيعني يا عاطف. الفيلم عظيم على كل المستويات بصراحه، ومن هنا كانت انطلاقه محمد سعد وبدايه الفتره الذهبيه في كاريره، وده لان ما حدش اتشهر في الفتره دي قد شخصيه الليمبي، لدرجه انه يترقى من دور صغير لبطل فيلم من بابه. وما كانش لوحده، كان معاه حد برضه لفت الانظار في نفس الفيلم وهو حلمي، وده كان تاني تعاون بينهم، وكان في فيلم 55 اسعاف، وكان اول بطوله مشتركه ليهم هما الاثنين. بس بعدها بيشعل محمد سعد فتيل الانطلاق وبيجهز نفسه عشان يغزو السينمات والشوارع والبلد كلها في فيلم الليمبي. الفيلم اللي انتشر كان نار في الهشيم وبشكل مفاجئ، لدرجه ان اغلب الناس ما كانوش عارفين اسم محمد سعد، ففضلوا فتره كبيره مسمينه الليمبي. ودي كانت فتره الازدهار، وكانت بدايه واحد من اساطير الكوميديا في مصر بدون ادنى مبالغه. ونجاح الفيلم كان ناتج التجميع للشخص البلطجي اللي بيطجن في الكلام، المظلوم احيانا، اللي بيتعرض لمواقف صعبه وبيحاول يتوب ويمشي في الحلال. ومن هنا بتنتج الكوميديا، مزيج غريب من كوميديا الموقف والعقبات اللي بيتعرض لها والافيهات اللي ما بتجليش، واللي ناتجه من المحور الثالث وهو محور نشأة الشخصيه نفسها. فحتى لو الفيلم مش متماسك واشبه بسكتشات زي مشهد تأجير العجل ومشهد العزا وغيره، بس كان فيلم كوميدي بامتياز الصراحه. وعشان تتخيل مدى نجاح الفيلم، فالفيلم كان محقق اكتر من 21 مليون جنيه، يعني لو حسبناه دلوقتي بعد التضخم يطلعوا اكتر من 170 مليون جنيه. المهم بعدها حب محمد سعد يستغل الليمبي للمره الثانيه على التوالي، وعمل فيلم هو ابجريد للليمبي في كل حاجه بصراحه، سواء قصه متماسكه او كوميديا او حتى تمثيل. كان طبيعي جدا انه يكسر الايرادات والسينمات لان الناس كلها كانت حابه الكاركتر ده، وعلم معاها وحبت الممثل نفسه كمان. وطلع محمد من الفيلم ده مش خالي الوفاض تماما، طلع بالكاركتر جديد وهو رياض المنفلوطي، اللي برضه ناس حبته وبقت بتقلده حتى في رفعه شفته وتبرئته. ومن هنا محمد سعد حس ان الكاركتر بيجيب اكتر، فعمل في عوكل شخصيه قطاطه اللي مرضعه القلعه بحالها. وانا
وانا بصراحه حابب اشيد بذكاء محمد سعد في الفيلم ده، وده لانه شاف ان شخصيه عوكل ما تشيلش فيلم، كاركتر قطاطه ما يشيلش فيلم، فعمل حركه ذكيه ان الاثنين يسندوا بعض في الفيلم. كانت المره الثالثه على التوالي محمد سعد يحقق فيها اعلى ايرادات في الموسم. المهم تيجي 2005 ويجي اكتر فيلم انا ضحكت فيه في حياتي. الفيلم ده اكتر فيلم انا شفت تاثيره على الناس، وده من استخدامهم لكم الافيهات الغير طبيعي اللي فيه. والفيلم ده هو بوحه. الفيلم مش طبيعي، الفيلم عباره عن سكتشات منفصله متصله من اول الفيلم، ومشهد ولاد ابو اسماعيل والضحك ما بيقفش، مرورا بقى بمشهد التاكسي وكازينو الفروكروتا والمشهد اللي حصل في الكازينو نفسه، ولا مشهد الخناقه في المذبح. الفيلم مش طبيعي والله. الفيلم كل مشهد بإفيه وكل مشهد بكوميك، واللي مخلي الفيلم ده قوي انه من وجهه نظري ما كانش بيعاني من مشاكل الافلام اللي قبله. يعني الليمبي ما كانش متصل وقصته كانت واقعه. اللي بالك النص الاول من الفيلم كان احلى بكتير من النص الثاني، وظاهره النص فيلم دي اتكرر مع محمد سعد قدام، لانها اساسا اتكررت بعدها في فيلم عوكل بعد ما راح تركيا. بس بوحه كان قايم على الكوميديا وكمان التسلسل المنطقي. يعني واحد ابوه مات وعمامه كلوا ورثه وسوحوه على واحد ابوه مداينه، فنزح على المدينه عشان يدور عليه في المذبح، وبيمر بالمواقف وبيتعامل معاه بشخصيته الهزليه الساذجه. فالفيلم كان مثالي جدا لفيلم كوميدي، لا هي فكره واو ولا المعيه، بس متماسكه والكوميديا محطوطه في اماكنها الصح. وانا طولت في الفيلم ده تحديدا لانه كان اول واخر فيلم متكامل من محمد سعد، وهو تقريبا اعلى ايرادات في تاريخه. الفيلم جاب 27 مليون جنيه، يعني بعد التضخم حوالي 225 مليون جنيه. ثواني بس، انا حاسك مش متخيل الموضوع وصل في السينما ان الفنانين والمنتجين بقوا يخافوا ينزلوا افلام لما يعرفوا ان محمد سعد هينزل في الموسم بتاعهم. بس المشكله الكبيره ان بعد بوحه هتبدا مرحله انحدار ودقلجه مستوى محمد سعد، وده بسبب انه حب يجرب نفس تجربه اللي بالك وانه يعمل شخصيتين على النقيض مع بعض في فيلم كتكوت. بس المره دي ظاهره النص فيلم كانت واضحه جاليه. يعني الفيلم مقسوم نصين مش متماشيين مع بعض تماما، نص بشكل وروح وكتابه واخراج معين، والنص التاني عكسه تقريبا. ما كانش فيه حتى شويه من المزج اللي نجح فيلم اللي بالك. من وجهه نظري ان الفيلم ده لو كان كمل في اجواء البلد والصعايده والطار والخن الخوص والكلام ده كان هيبقى مختلف والناس كانت هتحبه اكتر بكتير. فللاسف كنت شايف ان هو فرصه مهدره، بس الاكيد انه مش اسوأ من الفيلم اللي بعده واللي هو فيلم كركر. فيلم كركر ببساطه فيلم مبتذل سيء جدا بشكل مش طبيعي. يمكن النقطه المضيئه الوحيده هي شخصيه الحناوي. انا بحب الشخصيه دي عشان كرش شبه كرش الحاج، فليه معزه خاصه عندي كده هو وكرش. بس الفيلم نفسه واقع من كل الاتجاهات بصراحه، لكن لحد اللحظه دي كان محمد سعد لسه متشبث ببقايا نجاحه. كان يعمل فيلم متوسط، فيلم وحش، فيلم حلو، وفي 2008 بالنسبه لي نزل فيلم حلو انا بحبه بصراحه، وهو فيلم بوشكاش. والفيلم ده اتناول حاجه مختلفه وهي حياه مدير تعاقدات اللاعبين. ومن الذكاء ان الفيلم ده اتعمل في 2008 في اكتر فتره الناس كانت فيها مهتمه بالكوره، وده كان بسبب الجيل الذهبي للكوره في مصر، ده غير طبعا كؤوس افريقيا اللي كنا بناخدها زي الملبس يعني. ولاول مره من كتير قوي محمد سعد ما يكونش كاركتر بالمعنى الحرفي، ولحد كبير الفيلم كان متوازن بصراحه. يمكن المورال او الهدف في الاخر ما جاش معايا سكه وحسيته مقحم بزياده، بس كان في مشهد مسرحي مبالغ فيه حلو في الفينال. ومن هنا بالنسبه لي محمد سعد انتهى. محمد سعد بيمثل بقاله اكتر من 34 سنه، تاريخه كله عمله في 8 سنين، في الفتره من 2000 من اول فيلم الناظر لحد 2008 فيلم بوشكاش، لانه بعدها ابتدى يهين شخصيه الليمبي وعمل فيلم الليمبي 8 جيجا، واللي بالنسبه لي ما كانش فيه اي منطق كون شخصيه الليمبي تبقى محامي. يعني اللي هو ازاي الانتقال ده حصل منين؟ يعني انت حتى ما اديتنيش سبب. فالبناء كله كان على ما فيش وكان هش جدا بصراحه. الفيلم كان سيء على كل المستويات، ولو انه كان فيه اخر شويه ضحك يطلعوا من محمد سعد، لان اللي جاي بعد كده سواد يا بلطيه سواد. يعني في 2011 وبعد الثوره حاول يستغل الموقف ويعمل فيلم تك تك بوم، ويمكن ده اسوأ فيلم انا شفته النجم انا بحبه في حياتي. ما عنديش مشكله انك تعمل فيلم عن الثوره، بس تناول فكره الثوره نفسها زي فيلم 18 يوم مثلا. اذكر دور الناس اللي نزلت، احترم ان في ناس ما مرش عليها شهور ميته، لكن بصراحه الفيلم كان رخيص ومبتذل بشكل مش طبيعي، وكان فيه استظراف وسخافه من النوع التقيل يعني. ما علينا. بعد الفيلم ده عمل مسلسل شمس الانصاري، والمسلسل كان كويس الى حد ما، يعني كان ممكن نعتبرها بدايه جديده لاكتشاف محمد سعد وبعد عن الكوميديا الصرف، وده لانه كان خلاص في اوائل الاربعينات، فكان لازم يحصل تغيير في الوقت ده بالذات. مش تروح تعمل لي فيلم ساذج زي تتح، حتى لو في كام مشهد حلو، بس هو فيلم وحش جدا. وبصراحه شفت ان محمد سعد بيقلل من نفسه عشان يضحك، بس خلاص نوع الكوميديا ده كان مات، وحتى انت ما بقتش قادر تعمل زي الاول. المشكله انه ما عادش يراجع نفسه مثلا ويشوف هو ايه اسباب الفشل في الفتره اللي فاتت وازاي اقدر الحق نفسي، ولا يجيب مثلا سايد كيك واد شاب لسه طالع كده جديد يسندني. لا، يمسك شخصيه قطاطه اللي الناس حبتها يحلب اللي جابوها كره الناس فيها في مسلسل فيفا قطاطه. خدت بالك من افيه تحلب لانها مرضعه الالعاب حلقه وكده؟ فهو معايا بقى مش كل مره اشرح الافيه. شفت الافيه المعفن اللي انا قلته ده؟ مش اسوأ من فيلم حياتي مبهدله، الفيلم اللي برضه كان بشخصيه تتح، وكأن تتح جاب ايرادات لا نهائيه والناس ماشيه تمجد فيه فبنستنزف ابوه بقى. الفيلم ما فيهوش ميزه واحده توحد ربنا، ولو اللي فات ده كان سواد فاللي جاي جحيم. من اول 2016 وبرنامج وش السعد وانا ما بقتش استحمل ان اشوف محمد سعد في حاجه جديده. خلاص انت قدمت 8 سنين عالميين وقدمت 8 سنين اسوأ ما يمكن، فعفوا قد نفذ رصيدكم.
البرنامج كان دمه تقيل وسخيف وفيه ايحاءات، كان بشع بصراحه. حتى الشخصيه الوحيده اللي ما كانتش اتحلبت ما سابهاش في حالها، واللي هي شخصيه بوحه. فاللي هو كفايه ما تندمش الناس انها حبتك في يوم من الايام. المشكله ان في نفس السنه الغبره في كريم محمد سعد ينزل فيلم تحت الترابيزه. يا دين النبي يا جدعان على ده فيلم! قسما بالله ان الفيلم ده من سوءه ومن الترجيع الكلام اللي فيه شفته على 3 مرات. صحتي الانجابيه ما تستحملش العبث ده كله وان شوت. انا وانا بتفرج عليه كنت ببقى عايز سيف كاتانا من بتاع الساموراي ده ارشقه في زوري وارتاح. المهم محمد سعد يحاول يصالح الناس في 2017 ويعمل شخصيه ولا اروع بصراحه في فيلم ما خدش حقه تماما، وهو فيلم الكنز. الفيلم ده كان اول فيلم ادخله سينما لمحمد سعد، وكان في العيد وكنت داخل انا و3 اصحابي، كنا احنا الوحيدين اللي في القاعه. ومن وجهه نظري الفيلم ما نجحش لانه كان تقيل قوي على فيلم في العيد يعني. المهم محمد سعد عمل لاول مره شخصيه جد من الاول للاخر، واثبت قد ايه انه فنان تقيل وممثل هايل مش بس كوميديان. وشخصيه بشر باشا اداها حقها وخد وقته في تجسيدها وتقمصها، من اول طريقه الكلام اللي فيها تقل وثقه، للقعده اللي دايما ظهره فيها مفروض، للنظرات وقرارات الشخصيه. لا شخصيه عظيمه بصراحه. وساعتها كلنا قلنا بس كده محمد سعد اعاد اكتشاف نفسه من جديد، وهنشوف طفره بقى ولا طفره كريم عبد العزيز. وما لحقناش نكمل الكلمه راح رزعنا على قفانا في فيلم اسخف ما يمكن، وهو فيلم محمد حسين. فالناس تجاهلت وعرفت انها مش هتكون طفره ولا حاجه، ده كان استثناء وخلاص راح لحاله. حتى لما جه يعمل فيلم تاني كويس كان فيلم الكنز الجزء التاني، بنفس الشخصيه بنفس كل حاجه، والفيلم بشكل عام ما كانش بقوه الجزء الاول يعني. وبعد 4 سنين ما نعرفش عن محمد سعد فيهم حاجه، يجي لنا بالطامه الكبرى وهو مسلسل اكسلانس بشخصيه الحناوي. وده ما كانش مسلسل، لا كان شهاده انتهاء محمد سعد فنيا. المسلسل ده مش حقيقي، ده فانتازيا، ما ينفعش يبقى موجود على ارض الواقع. المسلسل من كتر ما هو واقع ورخيص محمد سعد بنفسه بقى ميم، وبقى ماده خام للتريقه وللترول. يصعب عليا والله ان الشخص اللي عمل افلام زي بوحه والليمبي واللي بالي بالك يوصل للمرحله دي. المسلسل ما اتشهرش منه غير خناقات محمد سعد في البلاتو، كل شويه يقول لك ان مسلسل ترند. ده حاله الانكار للواقع. وهنا يكمن اجابه السؤال اللي سالناه في اول الحلقه، وهو ايه اللي يوصل محمد سعد من نجم مصر الاول والاعلى ايرادات لميم ماتيريال؟ السبب يا صديقي هو ديكتاتورية محمد سعد في البلاتو، وانه عايز يبقى الكل في الكل ويمشي المخرجين على مزاجه، ومفيش مخرج محترم هيقبل انه يكون بيدار من ممثل. الطفره اللي حصلت في الكنز كان سببها ان المخرج هو شريف عرفة، هو اللي عمل شخصيه الليمبي اللي خلت محمد سعد في الفتره دي اكتر واحد بيجيب ايرادات. فهو ما يقدرش يعني انه يعارضه نظرا لتاريخ شريف عرفة الكبير جدا، وغير كده فضلوا عليه في حاجه زي كده. بس بعدها رجعت ريما لعادتها القديمه. كلنا عارفين ايه اللي حصل في مسلسل اكسلانس، وان يوصل الوضع بيه انه بيتعاون مع شباب لسه بيبدا كاريره عشان يعرف يمارس سلطته عليهم. بس مش مشكله انك تكون مخرج وممثل عادي، احمد مكي بيعمل كده. مشكله انك تبقى غلط، كل الناس شايفه انك غلط وانت مجعبد في رايك، وحالف لا تكره ناس فيك وتجيب كاريرك الارض. يمكن انا كنت لازع شويه الحلقه دي، بس والله على قد المعزه على قد النقد. ما لو مش مهم او انت ترند وراح لحاله ومحدش هيهتم يعني، لكن انت كنت اكتر واحد موهوب في الجيل اللي انت طلعت فيه. طيب انا شايف الحل فين؟ شايف ان الحل ان محمد سعد يبعد عن الكوميديا في الفتره دي تماما، ويبتدي يخش تجارب جديده دراميه وسينمائيه. نفسي اشوفه في دور الشر او في دور رعب، اعتقد هيبقى ولا اروع. بس الكوميديا دلوقتي اتغيرت تماما، وصعب ان نجم كبير في السن يقدر يفهمها. محدش فيهم هيعرف يعمل حاجه زي بالطو ولا البيت بيتي ولا على باب العماره ولا حتى الصفاره. فخلاص يا اما تغير المسار، يا اما تبدا تجيب سايد كيك يشاركك في البطوله حتى لو اجرك هيقل، علشان تعرف حتى ترجع على الساحه من تاني. ومفيش حل غير ده، مش هتقدر تفهم دماغ الشباب دي لوحدك. عادل امام لما لقى نفسه بيغرق دور على السبب وعرف ان السوق بقى عايز شباب، فعمل افلام شبابيه ورجع للساحه بقوه. فالعناد والغرور ما بيضرش حد قد الفنان نفسه. وفي النهايه اتمنى ان الوضع يكون احسن قدام، وربنا يكتب له التوفيق في اللي جاي يعني. وبس كده، لحد هنا تكون الحلقه خلصت. فما تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنتات. بالاذن يا عسل. بالسلامة يا طحينة، راجل مبالغ فيه.